تصدق ان في قديس عظيم كانت الناس بتعتبره مثال للزهد، لكن للاسف وقع في حب الفلوس، والاغرب من كده ربنا سمح بدرس عمره ما ينساه. يا ترى ايه اللي حصل؟ يلا بينا. النهارده هنحكي لكم عن قصه القديس يوحنا اسقف اورشليم. ده كان قديس معروف بالصلاه والنسك، وعشان كده اختاروه اسقف. لكن مع الوقت دخل في حب المال وبدأ يجمع ثروه كبيره، مع ان الفقراء كانوا محتاجين مساعده، وهو اساسا كان مساعد. وصل الخبر لصديقه القديس ابيفانيوس، فزعل عليه جدا وسافر عنده عشان ينقذه من اللي حصل ده. ولما شاف الاواني الفضيه الكبيره اللي بيستخدمها اخدها وباعها ووزع تمنها على الفقراء. ولما واجهه بالحقيقه فصلى من اجله، عشان القديس يوحنا ابتعد عن الطريق الصح. وقتها بكى وتاب توبه حقيقيه، وكان بسبب اللي عمله ده بقى ضرير. ومن اليوم ده اتغيرت حياته بالكامل، ووزع كل فلوسه وممتلكاته على المحتاجين، وعاش في زهد اعظم. وما كانش معاه ولا درهم واحد. فخلاصة القصة ان ممكن الانسان يقع مهما كانت التجارب، لكن التوبة الصادقة تقدر ترجع الانسان اقرب لربنا في اي وقت. لو عجبتك القصة ولمست قلبك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف كل قصة باللهجة المصرية المبسطة.